مي عمر بتقدم السنة دي في رمضان 2025 دور جديد ومختلف في مسلسل إيش إيش، فهي هتظهر خلال أحداث المسلسل بدور راقصة أجبرتها الظروف إنها تلجأ للشغل في الملاهي الليلية والأفراح. ولكن مي عمر مش أول فنانة تقدم دور راقصة سواء في الدراما أو السينما، ففي مجموعة كبيرة من النجمات خطفوا الأنظار بدور الراقصة وأبدعوا في تسليط الضوء على حياتهم. فدور قدمت دور رمانة وهي راقصة في كباريه وعلى علاقة بمصطفى شعبان في مسلسل مزاج الخير، ورانيا يوسف ظهرت بدور راقصة في مسلسل أفراح القبة ونجحت في إنها تقدم الجانب الإنساني من حياة الراقصات. وغادة عبد الرازق أعادت إحياء فيلم سمارة بطولة تحية كاريوكا في عمل درامي ووضح مشاعر الحب والكره في حياة الراقصات. وروجينا ركزت على خفة دم الراقصات اللي بيحاولوا يتخطوا بيها معاناتهم في المهنة في مسلسل الطبال. وسعاد حسني سلطت الضوء على الضغوطات اللي بتفرضها الحياة على بعض البنات اللي بيضطروا يشتغلوا في مجال الرقص بسبب أهاليهم في فيلم خلي بالك من زوزو. ومن أكتر النجمات اللي أبدعوا في تقديم دور الراقصة نبيلة عبيد، فهي عملت فيلمين من أجمل الأفلام في تاريخ السينما المصرية وهما الراقصة والطبال والراقصة والسياسي. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا مين أكتر فنانة حبيتوها في دور الراقصة.